ليتني وجدت من ينصحني هذه النصيحة في مقتبل عمري. قال الإمام ابن الجوزي: اكتم عن الناس ذهبك وذهابك ومذهبك، أأما ذهبك فمالك وحالك وكل نعمة تنعم بها، فكل ذي نعمة محسود. أما ذهابك فتعني أي أمر تنوي عمله، بيت جديد، خطوبة، مشروع، امسك لسانك ستجد خططك تتحقق. سيدنا يعقوب قال لابنه يوسف: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. لقد خشى على ابنه أن يحسده إخوته، رغم أن النعمة كانت مجرد حلم لم يتحقق بعد. والسؤال الذي سيتبادر للذهن هو: كيف يمكن الجمع بين هذا الرأي وبين الآية: وأما بنعمة ربك فحدث؟ هذه الآية معناها ألا تنكر نعمة الله عليك، واحمده على كل حال، ولتظهر آثار نعمته عليك في اللبس والبيت دون تبذير أو تفاخر. وأما مذهبك فتعني لا تنصح أحدا إلا لو طلب النصيحة